خلاص بدأ فصل الصيف والجو حر جدا، ومفيش احلى من المشروبات المنعشة في الجو الحر ده. احلى سموزي بطيخ مناسب جدا للحر اللي احنا فيه. متأكدة بعد الفيديو ده هتقوموا تعملوه على طول. جبنا بطيخة وغسلناها وخدنا نصها كده. وبعد كده بنقطعها لقطع صغيرة شرايح، وبعد كده قطع صغيرة. انا هنا غسلتها ونشفتها حلو خالص بالمنديل، وبعد كده بتقطعيها في قطع صغيرة، وبتبدأي تشيلي منها البذر وبس. بتحطيها بقى في الفريزر، بتطلع معاكي تحفة جدا. عامة حتى لو البطيخة مش مسكرة احنا بنضيف لها سكر برضو في العصير بتاع البطيخ. مش محتاجين سكر ولا حاجة. وحتى لو هي فاتحة شوية في اللون شوية عادي، بس عامة الكاميرا هنا ظلماها، هي حمرة وحلوة خالص، طعمها جميل. هتبدأي بقى تعمليها شرايح، وبعد كده بتقطعيها لقطع صغيرة، ونبدأ نشيل منها البذر. لو انت مثلا مش حابة تشيلي البذر، او مثلا هيتعبك، او هيكون كتير عليكي ولا حاجة، جيبي ادي لاطفالك مثلا ولا حاجة، هيبدأوا يشيلوا البذر بس بسكينة او بمعلقة، بايد المعلقة من تحت، هيبدأوا يشيلوا لك البذر بكل سهولة خالص من غير ما تتعبي. احنا هنا بدأنا قطعناه كله كده قطع صغيرة، وبعد كده بتشيلي منه البذر، وبتجيبي بولة تانية وتخلصي تطلعي من البذر كله، وبعد كده بتوزعيه في بولة بلاستيك اللي هي بتخش الفريزر وكده. وبعد كده هي لازم عصير السموزي بالذات، او العصير الصيفي اللي هو السموزي ده، لازم يكون متلج. اي فاكهه، اي نوع فاكهه، وبيدخل الفريزر وساعه ولا ساعتين تكون متلج، وبعد كده بتعمليه في الخلاط. هو ده العصير المنعش اللي بيبقى سموزي. وعامه لما بيطلع من الفريزر مش بيكون متلج قوي قوي، بيكون وسط كده، بتسيبيه شويه برضو، بيكون وسط معاكي كده وبتعرفي تشربيه، بيكون تحفه جدا وحلو خالص. هنا بدأنا نطلع البذر كله، ما بياخدش معاكي اي وقت، وفي ثواني بيطلع كل البذر عندك. طبق او علبه بلاستيك بتدخل الفريزر. تبداي بقى لو قطع البطيخ كبيره بتبداي تقطعيها لقطع صغيره، عشان خاطر ما لو احنا بندخله الفريزر وكده بياخد له ساعه ولا ساعتين ما يتجمد معاكي بسرعه، ويكون سهل معاكي برضو في ان انت تحطيه في الخلاط وتفرميه برضو ما يبوظش معاكي الخلاط. تبداي تقطعيه قطع صغيره ويتفرزن معاكي. لو انت مثلا سايباه كام يوم في الفريزر، لازم تسيبيه تطلعيه وتسيبيه قبل ما تضربيه في الخلاط ب10 دقايق، عشان برضو الخلاط ما يبصش معاكي. لو انت خلاطك بيفرم عادي التلج والحاجات المتلجه عادي، بيكون مناسب معاكي بكل سهوله وبساطه. احنا هنا وزعناه في بولتين، بيعمل معاكي كميه محترمه جدا. نص البطيخه بتعمل معاكي كميه محترمه جدا ليكي ولاطفالك، وبيكون تحفه وطعمه جميل. بتوزعيه بقى عشان خاطر احنا هنعمله بعد ساعه كده ولا حاجه، هندخله الفريزر، فعايزين يكون سريع في التتليج وكده، فبندخله بنوزعه في بولاته كده بلاستيك، وبعد كده بتطلعيه. طلعوه بعدها بساعة او ساعتين، وبيبدأ بقى يكون مش متلج قوي كده. اما لو سبتوه كام يوم او يوم او اتنين عادي، سيبوه قبلها سيبوه يفك بره قبل ما تضربوه ب10 دقايق، عشان الخلاط ما يبصش معاكوا ولا حاجة. بعد كده انا حطيته ساعة كده في الفريزر، بدأت احطه في الخلاط. انا بوريكم هنا ان هي القطعة بتكون متلجة، بس برضو مش متلجة قوي. وبعد كده بتضيفوا له كوبايه من السكر، حسب السكر حسب طلب. لو انت بتحبيه زياده او اقل عادي براحتك، السكر ده حسب راحتك. شويه ميه برضو عشان خاطر ان هي يتضرب معاكي شويه بشويه. ولو حسيتي ان هو ما بيضربش معاكي قوي، ابداي زودي له شويه ميه بسيطه كده معاكي، بس ما تكتريش، عشان احنا عايزينه سموزي ويكون تقيل شويه كده ويكون حلو. تبداي بقى تزودي الكميه، يعني تحطوا حبه، يعني شويه بشويه شويه بشويه لغايه ما تخلصوا الكميه كلها. عمل معانا كميه محترمه جدا، وطلع تقيل وحلو خالص ومتلج في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تقدري تشربيه ويكون طعمه حلو جميل جدا. اي فاكهه حابه تعمليها عصير سموزي، او يكون سموزي دايما بيكون فاكهه متلجه، وبتكون بتاعته دايما بتكون متجمده. عامه العصير البطيخ اللي احنا عاملينه حلو خالص ومناسب جدا للحر اللي احنا فيه ده. شويه بقى عصير حلو خالص ومناسب للجو الحر اللي احنا فيه. قوموا بقى اعملوا شويه عصير كده، البطيخ موجود ومتوفر عندنا في الاسواق اليومين دول. وقوموا اعملوا بقى شويه عصاير بكل انواعها. بقى احنا بدأنا سلسله العصاير